في وقت بعيد بعد الطوفان، كان البشر لسه عايشين في مكان واحد وبيتكلموا لغة واحدة وقلوبهم متحدة. لكن للأسف اتحادهم ما كانش في الخير لكن في الكبرياء. الكتاب المقدس بيقول إن الناس قالوا لبعض: هيا نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما. يعني مش بس عايزين يبنوا برج، ده كانوا عايزين يرفعوا نفسهم بدل ما يرفعوا ربنا. بدأوا يجمعوا الطوب ويحرقوه نار ويستعملوا الطين والزفت مكان الحجر علشان يبنوا حاجة ضخمة أكبر بكتير من أي بناء في زمانهم. هدفهم مش حضارة لكن مجد شخصي، وعشان كده ربنا تدخل. الكتاب بيقول تعبير غريب ومليان معنى: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج. مش معنى إن ربنا مش شايف من فوق، لكن كأن الآية بتقول قد قد إيه كبرياء الإنسان صغير. ربنا حتى لو بصله من فوق لازم ينزله عشان يشوفه. ولما ربنا شاف إن مشروعهم هيقود البشرية للغرور والضياع، قال: هيا ننزل ونبلبل لغتهم حتى لا يسمعوا لغة بعض. وفي لحظة كل واحد بقى بيتكلم لغة مختلفة. الفريق اللي كان متحد اتشتت، والبرج اللي كان طالع للسما وقف. المكان اتسمى بابل لأن كلمة بلبلة معناها خلط وتشويش. ومن هنا اتفرقت الأمم على الأرض واتقسمت لغتها. لكن المعنى الروحي للقصة أهم من الحدث نفسه. ربنا ما كانش ضد العلم ولا البناء، لكن ضد العظمة الكاذبة اللي الإنسان يفتكر فيها إنه يقدر يوصل للسما من غير ربنا. برج بابل بيفكرنا إن الكبرياء يهدم لكن التواضع يبني، وإن أعظم برج ممكن تبنيه مش طوبة فوق طوبة، لكن علاقة حقيقية مع ربنا ترفعك للسما من غير ما تتحرك من مكانك.